وين أنا اليوم؟ مهرجان فيست للمأكولات السعودية. المكان ما تخيلته كذا أبدا، طلع كبير مرة. هنا منطقة النخيل والتمور، خلونا نشوف ايش عندهم. أول ما ندخل في زي معلومات، شاشة كبيرة مرة، ديكور حلو يعني، حبيت فكرة الديكور. وهنا زي ما انتم شايفين في تمور كثير، تمور كثير، الديكور رهيب. أنا عجبني مرة الديكور يعني. الحلو إنه كل منطقة حتكون مميزة بالديكورات حقتها، فحبيت الفكرة. هذا طبعا هذا مثل راس النخلة، هذا اللي هو موجود فوق. ايه هذا راس النخلة اللي فوق، هذا هو اللي موجود فوق. هذا راس النخلة، هذا الجمار، هذا جمار نخل بالشرقي يسمونه الجذب، بالدول العربية الخليج جذب، جذب، ناس تسميه جمار. يوكل طبعا، هو يوكل. ما شاء الله. جرب احنا. تسلم. أول مرة أجربها، وما تخيلت إنه يوكل بصراحة. الحين كانت بتبدأ تطلع حلو، ما تخيلت إنه يكون طعمه كذا يعني. حد الابيض نفس هذا، الحين هذا كله يوكل للحد، هذا برمي. هذا يترمى. ايه، لان هذا الخشن قد انه استوى بالغ، يعني يسمونه هذا خشن. اها. الحين صناعة الخاص، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هذا من الخاص حق النخل. شوفوا المراوح ما شاء الله، شوفوا حتى بعد هذه كيف، يا الله رهيبة. صغيرات. هذا نصلحه من هنا؟ من جريد النخل. تعرف النخل، قلب النخلة؟ ايه، هذا قلب النخل. ما شاء الله. هذا هو نصنعها أول كذا، أول ما نبدأ فيه هذا. كذا البداية. بداية. إيه. بعدين نسوي يا هذه يا هذه. ايه، كلها لازم كذا. ما شاء الله. أول ما نبدأ زي كذا. وكم تاخذ معك وقت يما؟ والله تبطي ذي يمكن يومين 3 أيام. يا الله ما شاء هذه الله، يمكن أسبوع. ما شاء الله. لما تيجوا هنا لازم تيجوا لعندها، لازم تيجوا عندها هذا الأول. تشتروا من عندها، وأسعارها جدا رهيبة، ما عندها شيء غالي أبدا يعني، فعلا ما شاء الله تبارك الله. وهناك تمور، قهوة نواة التمر، قهوة نواة التمر، بس ما في أحد لسه. وهذا كافي وجلسات، وفي مطاعم منوعة يعني. شوفوا هناك في باستا وما ادري ايش كمان، بس فهنا في جلسات مطاعم حلو. حيكون في فرق موسيقية، ناس تيجي تعزف عود، فن، طرب، وناسة. وهنا الأكل يعني إنه في ناس عم يسووا يعني. شوف المطاعم ما شاء الله ما شاء الله بالهبل. وهنا في منطقة التعليم، اللي يبغى يتعلم الطبخ يجي، شكلها منوعة. خلونا نخش نشوف. هنا قاعة المخبوزات، وهنا قاعة أعداد المشروبات، فيها قاعات جوا الناس تخش تتعلم، في ورش. حبيت قاعة ورشة نظرية. لا المكان حلو، في منطقة مسابقات، منطقة تعليم، قاعة المطبخ التفاعلي. والأطفال هنا عندهم نصيب، في هنا قرية للأطفال بيجيبوا فيها حيوانات أليفة، فخش نشوف الحيوانات. يلا. يجي الطفل طال عمرك المسكة الخوص، تمام، يرتب الخوص زي هذه ترتيبة. شوفوا كيف حتطلع، ترتيبة كاملة رهيبة، وتزيينها وكل شيء. هذه ما المنطقة اللي احنا فيها السقيفة. السقيفة نعم.
خلصنا السقيفة نروح الحظيرة. حبيت الحظيرة. تخيل يجيبوا بقر من جد. اوكي في هنا ماء وارانب. ارانب كيوت. وبالاضافة متى حناكلكم؟ عندنا هنا بيلونون هذه تمام. البقر، وعندنا ايضا هنا عندنا الحلب البقر، راح يتوفر حليب، راح يكون نفس البقرة بالضبط، يعني ينزل من هنا نفسه بالضبط. تنزل من هنا حبيت الفكرة. الحلابات وحيكون فيها حليب وراح يحلب الطفل. واو رهيبة الفكرة، حلوة انه الطفل يشوفها يعني. وهنا بحيث انه يجرب من هنا، اذا حاب يحمل يعني اي شيء يقدر يشيلها. حلو. وهنا ايش اسم المنطقة يا ترى؟ الحقل. اسمها الحقل. جميل. هنا راح يكون يلعبون بالرمل. حلو. وهنا راح يكون فيها زي انه ياخذ النبتة من هنا ويزرع. واو ما راح يكون جميلة مرة رهيبة، يعني حتنمي مهارات كثير للطفل يعني. أكيد، بحيث انه يعني كل الطاقة هذه يعني فعلا. وحتى هنا جايبين للزرع على اساس انه يحطها هنا ولا كيف؟ هذه راح يلونها الطفل. يلونها؟ إيه؟ ما خلص قسم الاطفال، انا حسبت بس هنا، لسه هنا حيلون وحيرسم. اوكي ما شاء الله. اوكي خلصنا هنا. ايش باقي؟ في قسم الطفل بس. فيها الطبخ. الطفل حيطبخ. اكيد، بس حيكون مع ناس كثير فوقه، منظمين ومشرفين. منطقة الأطفال كلها، السقيفة من الحقل للحظيرة لكل شيء، الدخول ليها ب 35 ريال بس. طلع منطقة الأطفال ما خلصت، والله الأفكار حلوة اللي مسويينها. شوفوا حقتهم هناك، بيجيبوهم هنا بوروهم زمان كيف كانوا، ايش الاكلات حقت ما الاكلات ما ادري كيف اوصفها، بس انه كيف الجلسات. يعني مثلا هنا العريكة، هنا الكليجة، شوف الجلسات كيف. بعدين هناك اذان الشايب، كمان اللحم والعجين، محشي باللحم، تكون العجين على شكل اذن. واخيرا السريق. ومعانا هنا الاستاذ ابراهيم الغنام. والنعم اخوي ابراهيم. شاعر وروائي. يا اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. طلب على اساس ان نعطي تعاليم لابنائنا عن العادات والتقاليد الاولى بالنسبه للاكلات، استقبال الضيف، يقول للماضي حنين ولعبقها اصاله ولتاريخها مجد، اللي ما له اول ما له تالي، واحنا نعلمهم اساليب اجدادنا واهلنا قبل والعادات الحميده اللي كانوا عليها. صحيح. ايش اهم حاجه حتعلمهم؟ كل شيء، اولا عن اداب الطعام، احترام النعمه، استقبال الضيف، كيف يكون استقبال الضيف، آداب اسلوب بالكلام اثناء الجلوس. الرجال من الاطفال انه ما يتكلم قدام الرجال، لانه ربما ينزل بكلمه ينتقد، وبالتالي ينتقد اهله يقولون والله ما علموه. هذه التعاليم يكون يترتب عليها تعليم الطفل، لان التعليم بالصغر قنقش. معك بدرية الطيري، افتخر بالاسم اللي سماني هو بدرية الطيري، مدربة تراث، رائدة التراث على العموم، صاحبة مبادرة حرفيات إطلالة التراث، أكبر تجمع حرفي بالمملكة العربية السعودية، حرفيات حرفية. هنا بالبرنامج صراحة يعني فخرنا انهم نادونا هنا نعلم البنات، مثلا ابو عبد العزيز يعلم عن العيال، نعلم البنات عن العادات والتقاليد، عن التربية من اول، وعن الادب، الذوق العام والادب، نعلمهم كل شيء عشان يرسخ بذاكرتهم. تعرف الجيل هذا جيل متطلع كثير، ولا تقدر تتحكم فيه ولا تقدر تسيطر عليه، بس ان شاء الله تعليمه يجيب فائدة. هنا تراث فن الطهي بالمملكة، خلونا نروح نشوف. هنا المناطق
موجود. اعتقد هنا في مسرح حيكون في شو. هنا منطقة الجوف. أهل الجوف. ايش اسمها؟ بكيلة. بكيلة. ايه بكيلة الجوف. طيب نشوف الشاي. يلا. الشاي ايش اسمه؟ شاهي ترنج. رانج. بس لذيذ. شكرا. رهيب. زنجبيل طاغي مرة عليه، يعني هذا بالشتاء لما تيجي رهيب مرة ينفع. خلونا نروح نشوف تبوك. طيب ايش اسم الأكلة هذه؟ اسمها خميرة. هذا الخبزة القرص، بعدين نقطعه ايوه في لبن وسمن، نخمعه يعني نخمعه ايش؟ تمام. يسموه خميرة. خميعة. هذه أكلة قديمة يعني. وعندكم الشاهي حقكم. شاهي الزعتر. شاهي زعتر. مرة طيب. وهنا منطقة عصير. السلام عليكم. هذا سمنت. ما شاء الله. وايش الأكلات اللي حتقدموها؟ ناخذ تمر. عندنا الأكلة الحنيف الجنوبية يا سيدي. هنا منطقة نجران، وهنا جازان، بس لسه ما ابتدوا. وهنا الباحة. وهنا في جلسات عشان تجلسوا. وهنا في زي المعلومات عن كل منطقة. حلوة حلو. حايل، منطقة حائل. هلا والله بالرياض، هلا بالرياض. السلام عليكم. ايش الاكلات اللي حتقدموها بالرياض؟ وهنا القصيم. وهنا منطقة المدينة المنورة. خلونا نعرف ايش حيقدم لنا اكل. السلام عليكم. يا هلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. دينا العجينة شكلها حلو يعني. عندنا اللبنية هاي. ما شاء الله. هذه اللبنية. تمام تمام. عندنا دحين حجهز لكم الحيسة المدينية. الرز المديني ان شاء الله كمان ساعة ويكون جاهز. اما هنا منطقة مكة المكرمة. خلونا نعرف ايش حيقدموا لنا هنا في منطقة مكة. السلام عليكم. انا شايف كرات وشايف هلا عليكم السلام. مرحبا اهلا. ايش حتقدموا لنا هنا في الجناح؟ عندنا عيش باللحم، وعندنا قهوة لوز اللي هي القهوة الحلوة، ومطبق بالموز ان شاء الله. ما شاء الله. اوكي. واخيرا المنطقة الشرقية. شوف ايش حيقدموا لنا. السلام عليكم. السلام ورحمة. هلا مرحبا. هلا بيك. ايش حتقدموا لنا هنا؟ عندنا احنا الليمون الحساوي. الليمون وعندنا ساقو، وعندنا رز حساوي. ما شاء الله. اي نعم. ما شاء الله. الرز حساوي يبغى له شوي، الليمون الحساوي جاهز. لا خلينا نشوف الليمون الحساوي. اي نعم تفضل. تفضل. نشوف الليمون الحساوي مع انه غامق يعني حسبته شاي. واو رهيب. انا احب الليمون كذا، احب الليمون طعمه. عارفين الليمون اللومي الاسود اللي بنكون في الكبسة؟ نفس الطعم تقريبا. رهيب. اللي يحب الليمون هذا حيحب هذا.